قدمت من أجل التأهل الأول لفرقة سياسي لأول مرة في التاريخ نحو محطة السيمي فاينل، ومن ملعب الأبطال من ملعب 5 جويلية يكتبون هكذا قصص، يكتبون هكذا روايات، يكتبون هكذا حكايات فعلها أيمن بوقرة من أمام أسامة بنبوط. السياسي نحو السيمي فاينل، السياسي يصل نحو السيمي فاينل بمداد الأمجاد، بمداد الأمنيات، بمداد العراقة والتاريخ. الجماهير التي تنقلت من قسنطينة نحو العاصمة لم تخب آمالها وظنونها، فبالتالي مباراة كانت تاريخية سيتذكرها الصغير قبل الكبير. نعم تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. مبروك للسياسي، هارد لك لياسما الذي سقط في مباراة اليوم أمام فريق النادي الرياضي القسنطيني. هذا هو خالدي، وهكذا هي الوجوه الشاحبة والنفوس المنكسرة. فبالتالي آخر خطوة هنا ستكون أول خطوة في البطولات القادمة، في الاستحقاقات القادمة للاتحاد ولجمهور الاتحاد. حق أيضا لجماهير السنافر، لجماهير السياسي أن تفرح بهذا التأهل التاريخي نحو محطة السيمي فاينل لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. يا لها من مباراة، يا لها من حكاية، يا لها من رواية استمتعت فيها معكم مشاهدين متابعين في كل مكان. نرجو أنكم قد استمتعتم معنا، والموعد سيتجدد معكم في مواعيد قادمة. إلى ذلكم الحين لكم مني أطيب التحايا وإلى اللقاء. الشكر، كل الشكر محمد المبروكي، ومبروك لشباب قسنطينة هذا التأهل للدور نصف النهائي. حظ أوفر للفريق الجزائري الكبير اتحاد العاصمة الخروج من الدور ربع النهائي من الكونفدرالية الأفريقية. هكذا يكتمل عقد المتأهلين للدور نصف النهائي. المواجهة العربية الجزائرية المغربية بنكهة أفريقية ستكون هي العنوان الأبرز فيما يتعلق بالدور نصف النهائي. موفق طبعا للاتحاد في المباريات القادمة والمشاركات القادمة إن شاء الله. حظ موفق أيضا لشباب الرياضية والنادي الرياضي القسنطيني في الدور نصف النهائي. جمال، نعم، فرحة هستيرية عند لاعبي شباب قسنطينة. نعم. فرحة، بكاء، كل شيء موجود، تهاطل مستحقة. نعم، بوصوف اليوم يعني بطل اللقاء، بطل شباب قسنطينة. صحيح، مستحقة هذه الفرحة بالنسبة لأنصار وعناصر شباب أو النادي الرياضي القسنطيني فوق ملعب 5 جويلية في هذه السهرة والليلة.